جاموسة ثانية بتعمل لهم لبن بالكوفي. والجاموسة اللي بتعمل بالكوفي دي بقى بتعمل حمام بن وسط ولا ايه؟ تحت رجلك حجر حماتي. تحت رجلك حجر حماتي؟ وانت واخده حجر حماتي ليه؟ حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اخيرا رجعنا فيديو جديد وده اول فيديو في رمضان. الحقيقه انا مش عارف يعني ازاي عدى يومين من رمضان بالسرعه دي. النهارده ثالث يوم، مش قادر اتخيل اساسا ايه السرعه الفائقه دي. الايام بتجري بشكل مش طبيعي. اول فيديو في رمضان لازم يكون مختلف، فمختلف ازاي؟ نشوف دعم مختلف. فاي حد دلوقتي بيشوف الفيديو لازم تعمل لايك ولازم تقول لي رايك الجميل في كومنت، وانت تحت في الكومنتات اعمل حسابك ان انا سايب لك لينك مغامره رعب جديده ولينك واحد مجمع كل لينكات السوشيال ميديا بتاعتي وقناه الواتساب والفيسبوك وكل حاجه. حاولوا تتابعوني على كل المنصات عشان كل منصات بنزلها فيديوهات خاصه بيها. يعني انت على اليوتيوب هتشوف فيديوهات غير اللي هتشوفها على الفيسبوك، غير اللي هتشوفها على الانستجرام، غير اللي هتشوفها على بيج الفيسبوك القابل. ففي زحمه صحيح. لو انت حابب تتابع محتوى القابل برضه هتلاقي لينك القناه تحت في الكومنتات. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا بقى عشان انا كالعاده ام سو اكسايتد ان انا اشوف ترندات رمضان. اخش بينا يا ابني على اول فيديو. عايز تشرب لبن بقرة من البقرة على بقك على طول، لا اكيد مش عايز حضرتك، دي حاجه في منتهى القرف. وتاكل حلويات كلها مستخرجة من لبن جاموسة تخينة بيضة. انتوا بتطلعوا من الجاموسه هريسه ولا ايه؟ مش ده لبن عادي؟ عليكم وعلى ريماس لاند يا جماعة. رحت لقيت عندهم حاجة اسمها كونا بطاطا، حاجة كده بتبرد وتسرسح على كبدك. بتبيض وتسيسح على كبدي؟ طب ولما تسيسح على كبدي ما انا ممكن اعي. تعمل هكونة وتعمل بطاطا بطاطا جدا. كل حاجه لوحدها. تحسوا فاكهة البطاطا فيها بتلو. الحقيقة بقى انا هي البطاطا فاكهه يا جماعه؟ هي البطاطا ايه صحيح بجد؟ البطاطا فاكهه ولا خضروات ولا البطاطا ايه؟ بحب لبن الجواميس اللي عندهم المطبخ بالمتابل والمبهورات. يعني عندهم بقرة بتعمل لهم لبن مفرول بالفراولة. دي عاملينها ازاي دي بقى حضرتك؟ من امين البقره من جوه؟ جاموسة ثانية بتعمل لهم لبن بالكوفي. جاموسة عجوزة بتعمل لبن رايب بقرة عادي. والجاموسه اللي بتعمل بالكوفي دي بقى بتعمل حمام بن وسط ولا ايه؟ فجأة بقى عندهم جاموسة بتعمل لبن بطعم التمر. ده غير بقى باقي المناتيج الطبيعية اللي عندهم. ما عندهمش جاموسه بتشخ بلح؟ عندهم ميلكي رايس هتاكل رجلك ورا. كيكة الراموسة دي طعمها كأنها سجادة فرو ناعمة. متعه اكل السجاد ده متعه. ويا سلام لو خامه فرو ناعم، تلاقي الفرو كده بيزحلق في بقك، حاجه في منتهى الدلع. لزلوزة طعمها ملزلز. طاجن دبي طعمه سيراميكا سودا بتلمع. تعالى يا خساره، انا كان نفسي في سيراميكا كليوباترا بجد، نفسي ادوق طعمها، نفسي الحس السيراميكا دي. بولي في الكماتين لما تروحوا هتجربوا ايه. ما تنسوش يا جماعه تبصوا برصه على كميه الاجبان الجبانه اللي عندهم. انا ما بحبش الاجبان تكون جبانه بصراحه. الجبنه لو قلبها مش ميت ما احطهاش في بقي. انا ما عملتش حاجه، انا اتعبت عادي. جو النهارده يا حبيبتي ساقعه. بص البحر كده لو نزلت النهارده هتكسبي مناعه. كريستيانو رونالدو بينزل في حاجه يا بت. كريستيانو رونالدو ايه حضرتك؟ بينزل في المعموره؟ ماله كريستيانو رونالدو؟ يا ريم بكلمك يا ريم، يا ريم بكلمك يا ريم، يا ريم، يا ريم، يا ريم تعالي يا بنت. انا بهزر معاكي، الموجه عاليه تنزلي بحر ايه؟ المفروض يا جماعه اللي لابسه ابيض في ابيض وعينيها بتخوف دي النداهه بقى، فهي ندهتها. يا ريم هو انت عايزه مني ايه؟ ما تخافيش، انا جايباكي هنا ليه حضرتك؟ عشان مصلحتها ليه؟ عايزه تشم هوا؟ مصلحه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انا رجعت لمست في الارض. يا بابا يا بابا ما تحاوليش. ليه حضرتك؟ هو حاطط ايه بودز في ودنه؟ مش هيسمعها ليه؟ بابا مش سامعني، انا عايزه ارجع لبابا ورجلي متكلبشه في الارض. بابا مش سامعني. ممكن حضرتك تتصلي على بابا لو معاكي خط موبينيل ولا حاجه؟ بابا 012 مش هيرد. تحت رجلك حجر حماتي. تحت رجلك حجر حماتي؟ وانت واخده حجر حماتي ليه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه وعايزه ارجع لبابا. ايه ده؟ انا في حاجه ظهرت تحت رجلي. هو ده حجر حماتي بالظبط. بس ايه اللي جابه هنا؟ ايه ده؟ حجر ملزوق عليه ستيكر؟ ده انت ندها عبيطه صحيح. القلوط المسلوق. مسلوق ايه حضرتك؟ حتى القلاليط هتسلقوها؟ الوجبه رقم 1 في امريكا اللاتينيه. لو اول مره تشوفني اعمل متابعه. ما نعملش قلوط. وانا بقى هقول لكم ايه هي طريقه القلوط المسلوق. حضرتك انا مش عايز اعرف الطريقه، صدقني انا مش عارف مين بعت الفيديو ده اصلا. اول حاجه بنعملها بنحط حبل القلوط في ميه نظيفه. حبل القلوط ايه حضرتك؟ مش لما نعمل القلوط الاول ولا احنا هنجيب القلوط عموله؟ وبنسيب الميه تغلي على مهلها، وبعد كده بنضيف السكر لان طبعا طعمه بيكون مزز. دقت قلوط قبل كده حضرتك؟ يعني عرفت منين انه طعمه مزز؟ وبنسيبه يغلي وبنقلب القلوط بعنف، وده لانه كان ماسك نفسه قوي. ده قلوط واحد عنده امساك شنيع ده. وبعد التقليب بنصفيه، وطبعا باين من التصفيه ان اللي كان بياكل كان بيزلط، ما كانش بيندخ. ده عنده عصي هضمي، ده مشكله كبيره دي ما تطلعش قلالوتي فيها الصحه ده. وبعد التصفيه
بيكون معايا عصير الخرب مسكر. ده اكيد عصير خرا فعلا. والف هنا على قلبكم. الف هنا على معدتك والله، ده انا قولوني شد عليا. بجد اوعي تخلي صحابك يكونوا مسايباهم بيقولوا لك يا ريتاج. هو ايه ريتاج ده؟ مفيش حاجه اسمها ريتاج حبيبتي، انت اسمك ريتاج. لو سمحتي خلوهم ينطقوا اسمك صح، بيقولوا لك يا ريتاج. حضرتك اسم ريتاج ده يعني بعيدا ان انا الدغ الاسم نفسه صعب. ايه ريتاج ده؟ هي ريتاج بتيجي بالعافيه اصلا. انطقي عدل بقى. تنطقي عدل بقى، ده انت ولايه صفرا من نفسنا صحيح. في ايه يا ريتاج؟ في ايه؟ الماء لو ماني صايم كان كثرت المويه وشربت. لا كفايه لحد كده عشان صيامك ما يروحش عليك. شويه ميه صغيرين مش هيعملوا حاجه. انتوا بتعبدوا ايه بقى؟ ما قلتليش. بعرفش مين فيكم يتجوزني 3 ايام واديله الذهب ده؟ 3 ايام؟ حضرتك هو معاد شيفت 3 ايام ده ملحقش يعمل حاجه. ايه بتفكروا ولا ايه؟ اكيد يا طنط بنفكر. انا شخصيا لما شفت علبه الدهب بدات افكر. ربنا يستر ومراتي ما تشوفش الفيديو اساسا. اقول تاني، مين فيكم يتجوزني والذهب ده كله يبقى بتاعه؟ انا يا ست هانم انا. لا انا لا اسكت انا لا اسكت انت. انا اللي عايزه. طب اللي في النص اللي عبيط ده يعني ايه موقفك من اللي بيحصل؟ ولا انت ولا هو. تعال انت. ماشي والله انا كنت عارف ان هي تختار ده. سالتني ليه؟ عشان مطقم. ماشي. سلام انتوا يا اولاد الفجريه. بصوا لو سالوكم انا رحت فين قولوا اروح اجازه البلد. ماشي انا مروح زياره. روحوا. ده محظوظه ليه يا جماعه؟ هو هيتجوز منى زكي؟ ما هي الوليه ما تتشافش برضه. اتفضلوا. ايه فيه؟ انت عايزه ايه؟ ما تهدى كده، مالك؟ تعبان يا طنط بصراحه. لما عرفت بيها جواز و3 ايام قلت ان انا هقضي ال3 ايام. انت فاهمه بقى. يا سيدي انا دلوقتي اخويا جاي. تمام. واخويا ليه في الميراث. تمام. وانا وبنتي زي ما انت شايف ملناش راجل ومفيش حد يحمينا. هي دي بنتك؟ ايوه. اتجوزيها لي. ايه عايز اي حته تخش فيها؟ في ايه؟ مش كده حبيبي، ما انت جاي عشان تتجوز طن. ما ينفعش بقى تنط على بنت طن. اجوزها لك ايه؟ بقول لك انا جايباك في مهمه رسميه، مالكش دعوه ببنتي خالص. خلاص ماشي. وبعد كده فانا عايزاه يجي يلاقي لي راجل، فانا هقول ان انت جوزي لحد ما يجي ويمشي عشان ما يعملناش حاجه وما يأذنيش انا وبنتي. اهم حاجه يا ست الكل الواد ده لازم يغير البنطلون. هيا نختبر اذا كنت تحب امك. حضرتك دي مش محتاجه اختبار. اكيد مش هحبك انت يعني. اغمض عينا واحده. ده لايك. ده اشتراك للقناه. اكتب اسم امك 5 مرات في الكومنتات. لا لحد هنا ما اسمحلكيش. اكتبي اسم امك انت. وانت تعرفي اسم امي ليه اصلا؟ مبروك انت تحب امك. بجد يعني انا كده امي راضيه عني وعارفه ان انا بحبها. انا مش عايز اغلط في امك عشان ده مش فيديو يتعمل. اقتنع بيه شكله حلو. يا خلاص واجل يا سيدي اجل. شكلك حلو فعلا. انا بص الناس في المرايه شكله حلو. يا رب اقتنع بيه فعلا. مش عارفه. اللهم امين بجد. خلاص بس يعني انا يعني كان نفسي تلبسي الحجاب كامل بس حلو يعني. انا كده مرضي. ايه ده؟ في ايه حضرتك؟ انت لسه محجبه من 3 دقايق لحقتي تقلعي الحجاب؟ ايه ده انت بتلبسي الطايحه عشان هترقصي؟ يا قولي كده بقى. ده انا مخي راح لبعيد خالص وقلت يعني ايوه البلد تابت. عاشقه للقيمطه ما بتفوتش مناسبه. مفيش فايده. ايوه لسه بدري عليها من الاخر. حبايب قلبي ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى يكون الفيديو عجبك واتمنى تعمل لايك. يعني لو نسيت انزل دلوقتي حالا اعمل لايك. صلح غلطتك وما تشتغلنيش يا اسطى. قلت هنعمل لايك يبقى هنعمل لايك. وانزلوا الكومنتات خدوا لفه وقولوا رايكم في الفيديو. ونتقابل على فيديو جديد بالف خير. سلام عليكم.